صاحبة الجملة الشهيرة قطيعة محدش ياكلها بالساهل. النهاردة هكلمكم عن صندوق أسرار تحية الأنصاري. خليكم معايا لآخر الفيديو. اسمها الحقيقي فتحية الأنصاري محمد أبو الفتوح. اتولدت سنة 1962 في محافظة القاهرة. كان عندها 8 إخوات وكان ليها توأم اتولد معاها، لكن فارق الحياة في يوم ولادته. والدها كان مصري وأمها تركية، لكن ماتت وهي عندها 9 سنين. عاشت طفولتها يتيمة الأم. بعد ما كبرت في المرحلة الإعدادية بدت إنها عندها ميول للفن، لأنها كانت بتشارك في حفلات الموجودة في المدرسة، وكانت بتحب تقلد الفنانين قدام المراية وقدام زمايلها كانوا بيشجعوها. اتعرفت بخفة دمها، كانت متميزة جدا وسط زمايلها. اما وصلت للمرحلة الثانوية اتضمت لفرقة التمثيل اللي موجودة في المدرسة. قدمت روايات على خشبة المسرح اللي في المدرسة والكل كان معجب بيها، فراحت قالت لأهلها وعرضت عليهم إنها تدخل مجال التمثيل وتدرس تمثيل من البداية. المهم أهلها كلها رفضوا يدخلوها مجال التمثيل وقالوا لها انت بنت عيب في العيلة تجيبلنا العار. خلصت المرحلة الثانوية والتحقت بالجامعة الأمريكية، ولكن كانت لسه بتحب التمثيل وانضمت لفرقة التمثيل الموجودة في الجامعة، وكانت متميزة في الأدوار اللي كانت بتقدمها. اتعرف عليها المخرجين اللي في الجامعة اللي كانوا بيخرجوا لها بعض الروايات وشجعوها إن تدخل مجال التمثيل. لما عرفوا إن عندها موهبة وحابة المجال نفسه، راحت لوالدها للمرة التانية علشان يوافق إن تدخل مجال التمثيل، لكن رفض تماما الفكرة وجالها حالة من الحزن الشديد. والدها حس انها اتأثرت فراح يراضيها ويقول لها ان هو موافق ان هي تدخل مجال التمثيل. زعل منه اقربائه ان هو سمح ليها ان تدخل مجال التمثيل، وفي الفترة دي انضمت لأحد الفرق المسرحية وبدأت انها تهتم قوي بالمجال لحد ما جالها الفرصة سنة 1980 تقدم سهرة درامية من خلال التلفزيون. السهرة الدرامية دي كانت حلقة واحدة ونجحت فيها جدا، وبعد سنة واحدة نجحت إنها تشارك في مسلسل فيه ناس طيبين مع الفنان حسن يوسف وفردوس عبد الحميد وزهرة العلا ومحمد العربي. اتميزت في الأدوار اللي قدمتها وقدرت إن هي تلفت الأنظار عليها، وعرض عليها بعض المخرجين ومجموعة من الأعمال اللي قدمتها في مشوارها الفني، وهي قليلة مش كتير لكن قدرت توصل لقلوب المشاهدين. من أعمالها مسلسل محمد رسول الله وحل يرضي جميع الأطراف في سنة 1986 مع سناء جميل سمير غانم وعبد المنعم إبراهيم. وقدمت كمان في حاجة غلط سنة 1983 مع كريمة مختار وحسن عابدين وعماد رشيد وتيسير فهم. قدمت في سنة 1985 الجزء الثاني من مسلسل الشهير الشهد والدموع مع الفنان يونس شعبان. وفي سنة 1990 قدمت مسلسل عائلة الأستاذ شلش مع الفنانة ليلى طاهر وصلاح ذو الفقار. وفي المسلسل اللي قالت فيه الجملة الشهيرة اللي كلكم عارفينها قطيعة محدش ياكلها بالساهل، واختارت اسمها الفني تحية الأنصاري بدل فتحية الأنصاري. اتميزت بدور البنت الشقية المتمردة، وفي بداية التسعينات اختفت عن الأنظار تماما وطلع عليها إشاعات، ولكن هي كانت مريضة بالسرطان. المرض فضل يحاصرها لسنين طويلة جدا، وأخدت العلاج لحد ربنا ما كتب لها الشفاء بإذنه، وما لحقتش تفرح بالتعافي لأن ربنا كتب لها، علشان بعد فترة أصيبت بذبحة صدرية وتوفيت في هدوء في سنة 2005 داخل بيتها في مصر الجديدة. ورحلت كان عمرها 43 سنة، ورحلت في عز شبابها، وكان مفيش نت وقتها منتشر والجمهور ما يعرفش ان هي ماتت. وبعدها بفترة عرفوا وزعلوا جدا لما عرفوا بسبب غيابها لسنين دي كلها بسبب المرض الخبيث. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة.